ولا مباراة صعبة مثل ما تفضلت وقلت بدون أدنى شك، يعني من سوء حظنا أن كلها مبارياتنا في الشامبيونز ليج هذا العام يعني كانت كلها دربيات مع فرق عربية من الجزائر للمغرب لمصر، وحاليا بلد شقيق السودان. نعرفوا كل المباريات اللي دارت سواء بين الترجي والهلال ولا الترجي والمريخ ولا المنتخب التونسي والمنتخب السوداني كانت كلها مباريات صعبة، دائما النتيجة فيها قريبة 1-1 2-1 2-2 2-0. يعني ننتظروا مباراة صعبة على أعلى مستوى، وكما قلت معناها الترجي في الوقت هذا حاضر جاهز من الناحية البدنية الناحية الذهنية والناحية التكتيكية. نفس الشيء بالنسبة للهلال من خلال المباريات الأخيرة، وننتظر مباراة باش تكون معناها قمة بين الفريقين الاثنين إن شاء الله. والله تفصلنا 360 دقيقة على التتويج على الفوز. الترجي تفصلوا 180 دقيقة، يعني مباراة الذهاب ومباراة العودة اللي باش تدور في تونس. الفريقين الاثنين يعني أنا نظن أن الأربع فرق اللي بقات مع الترجي والهلال أيضا الوداد وإنيمبا، الأربع فرق قادرة باش تفوز، أربع فرق عندهم نفس الحظوظ، واللي باش يكون أجل واللي باش يكون جاهز أكثر هو اللي باش يفوز بالبطولة إن شاء الله. يعني بطبيعة الحال فما فرق معناها هناك بين الحر معناها الطقس موجود في تونس والطقس موجود حال هنا لما نزلنا من الخرطوم، لكن نعرفوا أنه الطقس في برد شويه في الليل، معناها المباراه باش تدور على الساعه 8 ليل، لكن احنا تعودنا تقريبا نفس الجو اللي لقيناه في القاهره منذ اسبوعين هو اللي موجود هنا في الخرطوم.